أصعب حاجة هو إنك تكذب وتعشم غيرك بحاجة وتعلقه بحبال دايما. جايز تكون أنت الشخص الوحيد اللي هو مهيأ كل حياته عليك وموقفة على وعد وكلمة منك. ما تخليش غيرك ياخد خطوة ويستقوى ويجازف لأنه واثق إنك هتسنده، ولما يجي يسند يقع على جدور رقبته لأنه لقاك حيطة مايلة وظهر محنة. لما فقير عاش طول حياته نايم في الشارع بجلابية خفيفة ومتحمل البرد، الملك شافه قال له استناني هدخل القصر وابعت لك حد من الخدم بغطا يدفيك ويحميك من البرد. دخل الملك القصر ونسي يبعت للفقير الغطا، وخرج من القصر لصلاة الفجر لقى الفقير مات من البرد. هو أصلا كان عايش حياته متحمل ومجمد نفسه، لكن لما اتعشم بغطا يدفيه جسمه تلج وتجمد ومات، لأن العشم لغى قوة تحمله وبقى مستقوى بكلمة غيره والعشم فيه. العشم يا حضرات هو أكبر جريمة ممكن الإنسان يرتكبها في حق نفسه. كثرة النفس اللي بتشوفها في عين أي واحد أو واحدة بعد أي خذلان بيتعرض له من حد حبه عمر ما كان سببها إنه ما تحبش، بالعكس كلنا يا ما حبينا وما تحبيناش وقشطة، يعني الدنيا ما وقفتش. لكن كثرة النفس والحزن اللي بتبان في عينه بيكون سببها إنه اتعشم في حب الشخص ده، وحتى لو في مليون حد أحسن منه هو مش عاوزه. عشمك في الحاجة أو الشخص اللي قدامك هو اللي بيهدك مش حبك ليه. فرحتك بالفستان اللي على الملكان وجنانك بيه هو اللي بيقتلك لما بتقيسيه وتلاقيه مش على مقاسك. قفلتك من أي لبس بعد كده بيكون سببها عشمك في الفستان ده بالذات. مش معنى كده إن باقي اللبس وحش، بالعكس انت اتعشمت في الفستان ده وخلاص، حتى لو في أحلى منه انت مش عاوزاه. انتظارك بالساعات لأكلة في الفرن وفي الآخر تلاقيها ناقصة ملح، ده ممكن يخليك ما تاكلش اليوم كله، مع إن امبارح أكلت أكل بايت وكنت مستمتع بيه جدا، بس انت كنت متعشم في الأكلة دي بالذات وما طلعتش زي ما تعشمت فيها، فخلاص قفلت من الأكل. الموقف اللي بيحصل من حد من صحابك وبيزعلك منه جدا رغم ان حصل أكبر منه من غيره وما زعلتش، ده سببه العشم. زعلك ما كانش من الموقف نفسه، زعلك إن الموقف حصل من الشخص ده بالذات وانت عشمك فيه غير كده. العشم هو اللي بيقتل أي حاجة تانية هتيجي حتى لو أحلى. فعلى قد ما تقدر قلل من عشمك. عشمت بجواز، عشمت بنتك أو ابنك بحاجة، عشمت مراتك، لازم توفي، ما تخيبش ظن حد فيك. فلو عشمت غيرك خليك قدها، والخاطر اللي ما تعرفش تجبره ما تكسرهوش، والقلب اللي ما تعرفش تسعده يا سيدي ما تدخلهوش. ونصيحتي ليك ونصيحتي ليكي ما تتعشمش غير في الله، لأنه لا يمكن يخذلك ولا يتخلى عنك. في مقولة بتقول إيه؟ تعلقت بجبال الناس وحبل الله فتقطعت كل الأحبال وكدت أن أسقط لولا حبل الله فهو وحده من أنقذني. على المستوى الشخصي أعظم انتصار انتصرته على نفسي إني لغيت فكرة العشم من حياتي. بطلت أتعشم في حاجات وأعيش في وهم كذاب على أمل إنها ممكن تحصل، ورحمت نفسي من حزن النهايات. حتى أنا بطلت أعتمد على حد غير ربنا ثم نفسي، واللي عايزه ربنا ليا فهو الخير وبس. ما تاخدش كل حاجة على أعصابك وتفضل تجلد في نفسك وروحك. أصل مش شرط خالص تكون أسأت الاختيار في شخص كنت متعشم فيه، أو قراراتك مثلا كانت غلط، أو حتى المشكلة فيك من الأساس. أوقات كتير ربنا بيرتب لنا تجارب بيكون فيها حكمة ودروس، فاللي بيحصل لك فيها هتفيدك وتنفعك في اللي جاي بعدين. بيكون بيهيألك بيها حياة أحسن هتكون جاية، هتاخد فيها بالأسباب من كل اللي عشته ومريت بيه وجربته وفهمت من الدنيا أكتر. ده حتى محدش بيحس بطعم الحلو ويعرف قيمته إلا لما يجرب ويدوق الوحش. فخليك قوي وخد نفس عميق وقول الحمد لله، اللي جاي أحلى بإذن الله. خلي عندك يقين وإيمان دايما إن ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة. على فكرة اللي أفضل من العشم هو الشعور براحة البال والرضا. ولو دعيت ربنا بحاجة فادعيله يوهبها لك. إنك تنام مرتاح وهادي ما بيحكمهاش القلق من كل ناحية. إنك تطمن باللي معاك وبالناس اللي حواليك، بس ما تتعشمش فيهم، لأن الأهم إنك تكون لا خايف منهم من غدر ولا خايف يهزموك. إنك ترضى باللي معاك فتريحه وترتاح بيه ومعاه. إنك تكون راضي وواثق وراضي بالقضاء في الشر قبل الحلو وتسلم لتدابير ربنا. اللي مرتاح وراضي دايما كسبان مهما حصل له. العشم أكتر حاجة ممكن تزعلك. لما تتعشم في حد
ده معناه إنك بتربط روحك وسعادتك ومودك العام بشخص معين، فلو الشخص ده خذلك قلبك هيتقهر وهتقع على جدور رقبتك. يبقى كلمني الأول ده. لازم تبطل عشم وما ترفعش سقف توقعاتك في الناس عشان لما تحصل دقة نقص منهم ما تاخدش بالك أصلا، لأنك في الأساس مش مستني منهم حاجة. إحنا في زمن محدش فيه بيسند حد، أنت سند نفسك. لازم تكون عارف كده كويس. الكنز الحقيقي اللي عثرنا عليه في رحلتنا هو إننا فهمنا الناس والحياة. فهمنا إن العشم في غير الله مذلة، وإن الروح والحنية والأصل الطيب أهم من الشكل. فهمنا إن مش كل اللي بيضحك في وشنا بيحبنا، وإن النفوس الخبيثة بتبقى واضحة قدامنا ومكشوفة. فهمنا إن حرام نتعامل مع الناس القاسية أو نضيع وقتنا معاهم، وحرام نعاتب ناس إحنا مش في أولوياتهم. فهمنا إن قيمتنا غالية وحنيتنا وطيبتنا للي يستاهلوها وبس. واحد من أسوأ المشاعر اللي ممكن الإنسان يحسها هو إنه يتعشم في شخص وما يطلعش قد العشم ده. إنك تختار حد تثق فيه وما يطلعش قد ثقتك. إنك تفضل حد على ناس كتير في حياتك ويطلع أقل من إنه يتقدر أساسا. إحساس الخذلان ده مقرف جدا وما بيروحش بسهولة. اللي هو أنا مش زعلان على أي حاجة ولا فعلا متضايق، بس ما كنتش مستني كده. كنت حاسس إن أستحق أكتر. مفيش أسوأ من إنك تنخدع في حد كنت شايفه من بعيد حاجة، ولما قربت اكتشفت مدى السوء اللي فيه. تقريبا اكتشفت متأخر قوي إن العشم بيكون أساس كل مشكلة في حياتنا. إنك تتعشم في صاحبك إنك مهما بعدت وكانت ظروفك إيه هيكون هو موجود. وإنك تتعشم في أهلك اللي المفروض بيكونوا دم وعيش وملح، وتيجي في الأزمات يكون العشم سبب إنك تاخد على قفاك. العشم في إن اللي قدامك بيحبك عشان نفسك مش عشان مصلحة. العشم في إنك لما تتكلم مش محتاج تبرر وتوضح كل حاجة. العشم إن فلان هيسأل عليك ويكون جنبك وفي الآخر ما تلاقيهوش. العشم في تطيب الخاطر في عز كسرتك وفي الآخر ما تلاقيهوش. العشم كسره مش بيوديك غير الخذلان وكسر الخاطر. ما تتعشموش في حد ولا في أي حاجة. لو عايز تعيش من غير ما تزعل من حد بلاش تفكر نفسك غالي عند حد، وبلاش العشم ياخدك بزيادة. بلاش العشم والثقة الزيادة، وما تقولش إن ده استحالة يعمل كده، لأن الحياة أثبتت إنها والله ما بتجيش غير من ده. كل فترة بنبقى محتاجين نتأسف لنفسنا عن سوء اختياراتنا وعن العشم اللي ما كانش في محله وعن نظرتنا في الناس اللي طلعت غلط. المواقف بتبقى واضحة والله يا جماعة، بس إحنا اللي بياخدنا العشم. العشم كافر جدا، بيخليك توجه كل طاقتك وحبك ومجهودك لشخص معين أو لانتظار حاجة معينة. فلما تتفاجئ بردة فعل مش متوقعة كسرتك بتكون مختلفة تماما. حزنك بيبقى على نفسك وعلى الوقت اللي ضيعته والمشاعر اللي استهلكتها للشخص الغلط. شجرة العشم شاخخ وكل ورقة فيها وقعت قبل الخريف. ما تزرعوش بذرة العشم في أرض بور عشان تعبك ما يطلعش على مفيش حد دايم مهما كان قريب. الضربة بتجيلك من أقرب الناس ليك. ما تتعشمش في حد. العشم في الله وبس. ما ينفعش تثق في أي حد مهما كان. كل واحد عنده مصلحته أولا. محدش هينفعك غير نفسك. ما تعملش حاجة عشان ترضي حد. البعد عن الناس غنيمة واعتزالهم راحة. لازم تتعلم من الحياة إنك تكون ضد العشم في الناس، لأن العشم في غير الله مذلة. ما تحطش نفسك تحت رحمة أي إنسان مهما كان. الناس حوالينا بتحكمهم حالتهم المزاجية، يعني يوم حلو معاك و10 مش طايقينك، شوية مهتمين فيك وشوية ولا كأنهم يعرفوك أصلا. عشان كده اوعى تستني أي حاجة من أي حد، لأن كل ما كان عشمك في الناس كبير كل ما كان وجعك أكبر. ما تولعش صوابعك 10 شمع لحد، عشان في أول صدام هيتقالك أنا ما طلبتش منك ده. سيب مسافة بينك وبين الناس عشان العشم هيزعلك. عايز تعرف يعني إيه عشم بجد؟ عشم يعني ثقة، يعني أمان، يعني أمل، يعني حسن الظن، يعني اعتماد، يعني رغبة. العشم في الله يا جماعة. العشم في ربنا، والظن فيه ما بيخيبش أبدا. ادعوا وقول يا رب. ربنا ما بيكسفش حد، وربنا قال ادعوني أستجيب لكم. ما قالش للصالح بس، ما قالش للمؤمن بس، قال لكل الناس ادعوني. ما تيأسش من رحمة ربنا، ما تيأسش من كرم ربنا. ربنا أعظم من أنه يردك ويقول لك ما عنديش. دمتم بخير.